أبدأ بك أدعيك يا المتكبر. هذه المرثية من الشيخ مختار طاهر موجهة للشيخ مشلي عينة والحاج أحمد حميد بعد وفاة نجليهما بحادث مروري أليم، رحمة الله تغشاهم. والقصيدة تعبر وتحكي بما فيها أداء شبل الخولان. أبدأ بك أدعيك يا المتكبر الجبار، يا مالك الملك يا سامع دعاء المضروب، أتحمدك واشكرك ما شنت الأمطار، واغني لك الحمد يا مولى الحطا معشور. القلب طاهر ما حال هروب من الأقدار، أمر القدر عند ربي والزمن بيدور، ما قدر الله يكون عبره بدون أعذار، والعبد ما ينفعه لا جامع الدكتور. الكل زاعل على بن مشلي القرار، والشيخ علي بن حميد تتقرح الصنفور. الحزن والقهر من فرقة رجال أغمار، مقهور والمجتمع من حالنا مقهور. الناس في حلم ذا مغلوب وذاك محتار، والحزن خيم علينا وظلم الدجور. روح النشامة علي واحمد مع الأبرار، في جنة الخلد تلقفهم بنات الحي. والحمد لله تم العفو في المقبال، ومن عفا عندما يقدر فهو مأجور. ونشكر الشيخ مشلي خاصم المختار، قام بالعفو بالمجمع ولم الشوي. واحمد حسين بن حميد سامح وقال اقدار، عفا وسامح لوجه الخالق المذكور. العفو من شمات الناس لهم مقدار، والاجر تلقاه قدامك ضياء وسرور. أسألك كل واحد القهار، ترحم عبادك وتجعل من جرح مجبور، وتغفر الذنب لأحمد والرفيق والجار علي بن أحمد، وتجعل قصرهم معمور. في جنة الخلد والفردوس والأنهار، ومن سعى في التقارب سعيهم مشكور. والختم صليت وسلم على المختار، صلوا تسليم دايم في عشي وبكور. صلوا تسليم دايم في عشي وبكور.